كان هناك مرة واحدة في بلدة صغيرة مسالمة عاش فيها أولاد يتيمين بلا مأوى يدعون علي ومريم. كانوا أصدقاء مقربين، وكانوا يمضون معظم أوقاتهم معا. بعد يوم طويل في العمل، عاد علي ومريم إلى خيمتهم القديمة في مزرعة مهجورة. ومع ذلك، كانوا يبذلون قصارى جهدهم للابتسام والبقاء إيجابيين وسط الصعاب. في يوم من الأيام، وجد كل منهما قطة بيضاء جميلة تائهة في الشارع. شعرا بالشفقة وقرر أخذ القطة إلى مكان آمن. قرروا تسميتها لولو واحتضنوها واعتنوا بها بكل حب. عندما بلغت لولو سن الشباب، اكتشف أنها قطة ساحرة. كانت قادرة على تحقيق أي أمنية تودونها. ومع ذلك، لم يكن لديهم مستحقات من أمنياتهم، فقد كانوا يبحثون فقط عن أشياء بسيطة مثل وجبة ساخنة أو مأوى دافئ. في يوم من الأيام، ضاقت الأمور على علي ومريم للغاية. لم يكن لديهم أي أموال وكانوا بحاجة إلى مسكن جديد. فقد قرر استخدام أخيرة من الأمنيات لطلب منزل جميل ومريح يمكنهم العيش فيه.